هنا الإسكندرية. يا قلبي روح لمكة وشوقك سابق العين، ده المصري هو اللي عمر ووسع الحرمين. أحمد باشا حمزة وزيرنا مصري أصيل، نور مقام النبي ومسجد نبينا الأمين. جت مصر عملت تكية وكمان عملت سبيل، وبعتت للكعبة كسوة هدية المصريين. وسمعنا صوت الست بتقول بلحن جميل، القلب يعشق لبيرم بيهز فينا حنين. وثلاثية صالح بتوصف لهفة العابدين. هاجر المصرية أم نبينا إسماعيل، عزمتها تعلم لحد يوم الدين. وفي كل ركن في مكة لمصر حق أصيل. أبو العرب ده حفيدنا وجد نبينا الزين. مصر في الليالي العشر. كلمات المقدمة إهداء الشاعر مدحت يوسف. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود. ويحكي التاريخ حكايات من سيرة الأجداد. وحكايتنا النهاردة عن إيه؟ التكية المصرية. حج حجيج بيت الله والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله. التكية المصرية من أبرز المؤسسات الخيرية اللي تميزت بيها مصر عبر التاريخ. تم تأسيس التكية كمبادرة مصرية لدعم أهل الحجاز وشبه الجزيرة العربية، وتقديم الغذاء والخدمات الأخرى للفقراء والمحتاجين، وكانت رمز للتكافل الاجتماعي والتضامن الإسلامي وتجسيد لروح الأخوة والمحبة اللي تميزت بيها المجتمعات الإسلامية. في مكة المكرمة كان موقع التكية في مكان أبراج زمزم حاليا أمام الحرم الشريف، وهو من أفضل المواقع حول الحرم الشريف. أما في المدينة المنورة كانت تقع بجوار محطة قطار سكك حديد الشام. بدأت قصة التكية المصرية في عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري اللي أسس أول تكية في الحجاز. وفي العصر المملوكي شهدت التكية دعما كبيرا من السلاطين المماليك الذين حرصوا على تأمين الرعاية للحجاج المصريين وتقديم الطعام والمأوى لهم. أما في العصر العثماني مع زيادة أعداد الحجاج وتوسع الإمبراطورية العثمانية تم تعزيز خدمات التكية وتوسيع بنيتها التحتية، وتم إضافة مطابخ كبيرة ومستودعات لتخزين الطعام والمواد الأساسية. أما في العصر الحديث وبالتحديد في القرنين 19 والعشرين استمرت التكية في العمل مع إدخال تحسينات تلائم التغيرات الزمنية واحتياجات الحجاج المتزايدة. وللحكاية تاريخ أنشأها إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا في مكة بأمر من محمد علي باشا، وبعدها تم إنشاء تكية المدينة المنورة. كانت التكية المصرية على قطعة أرض بطول 89 متر وعرض 50 متر. كانت عبارة عن دور واحد وملحق بالمبنى طاحونة مخصصة لطحن القمح، ومطبخ بيتسع لتسوية 8 قدور عملاقة، ومخزن. خصصت لخدمة الفقراء والمحتاجين من سائر البلاد،
ولا تقتصر على جنسية معينة، وكانت بتصرف يوميا الرز والخبز والسمن واللحوم. بتزيد الكميات كل يوم خميس، وكان بيستفيد من التكية الواحدة أكثر من 400 متردد يوميا، وبيوصل لأكثر من 4000 شخص في موسم الحج. أوقف محمد علي باشا سنة 1844 2877 فدان وقف مصري خاص للتكيتين، وتولى محمد علي بنفسه الإشراف على التكيتين والوقف الخاص بهما. انشغل محمد علي بأمور البلاد، وعين للتكية ناظر وموظفين للقيام بأمور التكية، وتم تخصيص أماكن لهم مبنية على الطراز المصري للمبيت. وكان في أماكن تانية لا تفتح إلا في أيام الحج، لأنها مخصصة لبعض عمال المحمل كالطبيب والصيدلي. وكان الحاج المصري لا يكلف نفسه سوى تكاليف الحج، وهو مبلغ 3 جنيهات بيصرفها لتأجير الجمل، وجنيه للمعدية، وجنيه آخر لوجبات الجمل. بيعتمد الحاج المصري بالكامل على التكية في باقي أموره، من مأكل ومشرب ومبيت حتى العلاج. يا رايحين للنبي أمانة تدعولي، الله بدي أروح زيكم والناس يباركولي. توسعت التكية لإنشاء مدرسة ومكتبة بتضم أمهات الكتب التي تأتي من مصر وبعض الدول الأخرى، وبتعمل المكتبة حتى فترة متأخرة من الليل، وبيشرف عليها مسؤول بيرشد المرتاد للمكتبة إلى ما يحتاجه من كتب. في عهد الخديوي سعيد بلغت مساحة الأراضي الموقوفة للأمور الخيرية 4751 فدان، وبلغت إجمالي نفقات مصر في الحرمين 50,000 جنيه، وده بيعتبر مبلغ كبير جدا بمقياس الوقت والزمن. وأضاف الخديوي عباس حلمي الثاني عيادة لكل تكية بها طبيب مقيم بيعين من قبل الحكومة المصرية، اللي كانت مهتمة بالإشراف وعلاج المرضى دون مقابل، وبيرافق كل عيادة صيدلية بيصرف منها العلاج مجانا ودون مقابل، وبيوكل إليه أيضا مهمة إرسال كشف شهري بالمطلوب قبل نفاذ المخزون، وبيكتب على يافطة واضحة يوميا مواعيد الكشف. وأنشأ السبيل العباسي في مدينة منى لخدمة الحجيج. بعد قيام ثورة 52 غيرت وزارة الأوقاف مسمى التكية المصرية للمبرة المصرية، واستمرت التكية تؤدي دورها الخيري إلى أن هدمت عام 1983. ويفضل جدار الزمان يحكي حكايات من سيرة الأجداد. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود.